لو كان من العوامل الأشد خطورة فأنا هنا لازم بعمل الاستئصال الكامل للغدة الدرقية مع استئصال كل الغدد الليمفاوية اللي في الرقبة. مؤكد ان انا المريض بيمشي بعد كده على التروكسين مدى الحياة، بياخد قرصين غالبا قبل الفطار، وبنعيد التحليل بتاع الفري تي 3 والفري تي 4 والتي اس اتش عشان نحدد او نعدل الجرعة بتاعة البرشام اللي هو الالتروكسين. ولازم ان احنا نخلي دايما التي اس اتش على الحد الادنى 0.001. الدور بتاع اليود المشع اتكلمنا عنه في تشخيص الغده الدرقيه التسمميه، في علاج الغده الدرقيه التسمميه، في تشخيص سرطان الغده الدرقيه. بيكون ليه دور كبير جدا في علاج سرطان الغده الدرقيه الحبيبي اللي هو البابيلاري. مهم جدا انا بعد ما بعمل الجراحه وبعمل الاستئصال الكامل للغده الدرقيه واستئصال الغدد الليمفاويه، ببعت المريض يعمل يعني تشخيصي، يعمل اول سونار يشوف هل ان احنا شلنا فعلا الغده الدرقيه بالكامل وشلنا الغدد الليمفاويه ولا فيه شيء متبقي. طبعا لما يكون ما فيش شيء متبقي بالسونار بنعمل اليود المشع التشخيصي، نتاكد ان لسه ما فيش اي بقايا وان احنا فعلا استأصلنا الغده الدرقيه. وده بنعرفه برضو لما يجي التقرير بتاع الباثولوجي يقول لي ان الكبسول او الغلاف الخارجي بتاع الغده الدرقيه تمام. التحليل بتاع الباثولوجي لو قال لي ان اللي هو المسح الذري على الغده الدرقيه بعد عمليه الاورام، المفروض يقول لي ان مفيش اي بقايا موجوده في مكان الغده الدرقيه ومفيش اي اشياء موجوده في الغدد الليمفاويه. لو كان فيه شيء موجود ولا انا كنت مثلا شايل نص الغده او شايل جزء من الغده، لازم المريض يدخل تاني العمليات بسرعه ويشيل الجزء المتبقي.